هنذاكر ازاي للامتحان. تابعونا لاخر الحلقة. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. كان احد المتابعين كان طلب ان احنا نعمل حلقة عن ازاي نذاكر في اولى عمارة تقريبا. طيب اولى عمارة احنا لسه مكملين في الديزاين وبناخد انشاء وبناخد كمان تاريخ عمارة وبناخد انجليش وبناخد ماتيريال تقريبا. يمكن هو يصلح لي لو في حاجة انا مش فاكراها. وبناخد منظور، خد مع الديزاين كمان بناخد تصميم واسس تشكيل. طيب انا كنت اتكلمت قبل كده عن التصميم واسس تشكيل، بس خلينا نتكلم كده سريعا بشكل عام عن المواد اللي هي النظري والمواد العملي. انت في الاول قسم المواد نظري وعملي. اوكي، طيب النظري هذاكره ازاي؟ النظري سهل، انت عندك المحاضرات وعندك الحاجات اللي لو في كتاب مثلا او في محاضرات السنين اللي فاتت ممكن تجيبها مع ان انت بتحضر المحاضرة، او لو ما بتحضرش هتاخد حد بيكتب المحاضرات كويس وهتبدأ تذاكر الحاجات اللي عندك. الانجليش طبعا بيبقى فيه زي كتاب كده او ملزمة. الانجليش عامة بيبقى سهل، ما هوش يعني لا يقارن ببتاع ثانوية عامة او اللي كانوا اي جي. برضو العمارة للي بيحب التاريخ هيبقى لطيف، للي مش بيحب التاريخ هيبقى يمكن الموضوع صعب شوية، بس ما تاخدوش على ان هو حفظ، خدوا على ان هو احداث. حصل كذا بعد كده حصل كذا، العصر دوت كانت العمارة تتميز بيه فيه بايه، وهكذا. وابدأ يعني مرن نفسك على اسئلة اللي ممكن تيجي. ولو عندك امتحانات السنين اللي فاتت تبقى حاجة طبعا كويسة جدا. وابدأ مرن نفسك انك تحل امتحان او اتنين حتى، بس مش ليلة الامتحان، يعني عشان خاطر ما توترش نفسك. يعني ده اليوم اللي قبله ليلة الامتحان حاول ان انت تبقى بتقرأ المحاضرات المراجعات كده. اليوم اللي قبله لو تقدر قبل ليلة الامتحان بيوم اللي تحل فيه، عشان لو لا قدر الله حسيت انت مش عارف تحل كويس ما توترش نفسك ليلة الامتحان. وافهم، يعني للناس اللي ما بتحفظش او ما بتعرفش تحفظ، افهم الحاجة وعبر بأسلوبك. تمام. طبعا لو انت يعني اعمال السنة بتاعتك كويسة، المواد النظري انت عندك 40 درجة اعمال سنة وسين في الامتحان، فده حاجة كويسة. يعني ما تخش ان انت مطمن لو انت جايب درجة كويسة في اعمال السنة. طيب ده بالنسبة للنظري. بالنسبة للعملي بقى اعمل ايه؟ عندي في المنظور مثلا هيقولي ارسم منظور الحاجة الفلانية. زي مثلا هيقولك فيلا او شاليه ومثلا قدامه البول، واعمل ظل او اعمل انعكاس بس. طيب هو احنا مش خدنا الحاجات دي طول السنة؟ خدناها. هرجع مراجعة بسيطة وتبدأ ترسم في حاجة انت حاسس نفسك مش او عارفها قوي. كنا اتكلمنا برضو حلقة عن المنظور، هقولكوا لينكات الحلقات دي في صندوق الوصف برضو علشان ايه نراجع مع بعض الحاجات دي. طيب خلاص انا كده ذاكرت المنظور، راجعت اللوح كلها اللي احنا قدمناها. تمام. طيب فاضل ايه كمان؟ عندي الديزاين. هيديك مشروع شبه المشروع اللي انت خدته طول السنة. يعني انت خدت مثلا مدرسة، ممكن يجيب لك حضانة. خدت مثلا مكتب بريد، فممكن يجيب لك بنك. يعني مش هيجيب لك حاجة انت ما اخدتهاش، عمرهم ما عملوا الحركة دي. طيب هعمل ايه؟ نفس العلاقات، بس هي تبقى الموضوع اكبر، حاجة بسيطة. نفس الفكرة، نفس شبكة العلاقات اللي بتعملها الزونينج. نفس حاول بس ما تضيعش الوقت كتير في التفكير. يعني ادي نفسك 2-3 بالكتير لو انت بطيء شوية في الرسم، ولو انت سريع ادي نفسك 4 ساعات تفكير. لكن باقي الوقت ما تضيعش وقتك علشان تلحق تظهر فكرتك. سبق وقلت قبل كده ان انا لو عملت فكرة حلوة جدا
بس ما لحقتش ابينها بقى لا بمنظور ولا بواجهة ولا بقطاع، ولا لحقت الون ولا لحقت، لان زي ما قلت لكم كل حاجة عليها درجة. الفكرة عليها درجة، التصميم عليه درجة، ان انت تبقى راسم كل الحاجة عليها درجة، الاظهار عليه درجة. فما تضيعش حاجات سهل، درجات سهل تجيبها بان انت ما لحقتش تكمل. اوكي، هما مدين وقت ان انت تقدر تكمل وتخلص، فما تضيعش وقت كتير في التفكير. حتى لو مش هعمل فكرة، مثلا الفكرة عليها ايه، مثلا 20 درجة، مش لازم اخد 20 عشان الحق اخد باقي الدرجات بتاعة الاظهار وان انا ابين الفكرة بوضوح. تمام، ده بالنسبة للديزاين. بالنسبة عندنا للإنشاء المعماري، الإنشاء برضو هنراجع اللوح اللي احنا أخدناها والأبحاث اللي عملناها، ولو في محاضرات أو حاجة هنقراهم ونراجعهم، نفهم. اي حاجات بتبقى تفاصيل عن الموقع، الكاميرا والعمود والميد والسملات وهكذا. لو مثلا عندنا لوحة السلم، حاول لو حاجة صعبة ارسمها قبل الامتحان، حتى لو هترسمها وانت بتبص على اللوحة القديمة بتاعتك. افتكر التفاصيل، الدايمنشن، الخطوط، القلم بتاعك تبقى خط سمكه حاجة واحدة، مش هنا تقيل وهنا خفيف. اشتغل بقلم خفيف عشان ما توسخش اللوحة. كل الحاجات دي عليها درجات. طيب انا كده يعني حاولت اقول كل الحاجات اللي ممكن تبقى نصايح ممكن تنفعكم ليلة الامتحان. ربنا معاكم بالتوفيق ان شاء الله. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. اتمنى اكون قدرت افيدكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد معانا، واشوفكم الحلقة الجاية. الى اللقاء.